سلام عليكم. ازاي تستفيد من شات جي بي تي في الثانوية العامة؟ في الأول كده عايزة أقول لكم إن هو كنز حقيقي، ولو كان تم إصداره وأنا في الثانوية العامة كان فرق معايا كتير جدا جدا. واللي ما يعرفش شات جي بي تي هو روبوت محادثة طورته شركة أوبن آي وأطلقته في نوفمبر سنة 2022، يعني لسه من قريب. ومجرد ما تم الإعلان عنه عن كمية الحاجات اللي يقدر يعملها، وصل مستخدمين شات جي بي تي لأكتر من 1,000,000 شخص في شهر واحد. جي بي تي ما كانش مفتوح في كل الدول ومنهم مصر، وكانت الناس هنا بتضطر تجيب VPN عشان يجيبوا رقم أمريكي وموال كبير كده عشان يقدروا يستفيدوا من مميزاته. بس من فترة قصيرة جدا جي بي تي بقى متاح في مصر، وتقدر تسجل بيه بإيميلك الشخصي عادي. طيب أنا قبل ما أعمل الفيديو عملت حوار مع جي بي تي عشان أعرف آخره إيه وإيه اللي يقدر يفيدني بيه كطالب ثانوية عامة. بالمناسبة احنا كطلبة جامعات دلوقتي بنعتمد عليه في حاجات كتيرة جدا، ويوفر علينا مجهود ضخم، وعشان كده قلت أفيدكم بيه. طيب أنا دخلت سألت جي بي تي عن الثانوية العامة المصرية، وطلع ما شاء الله عارف كل حاجة وتمام التمام. وبعدها سألته عن أسئلة الامتحانات اللي بتيجي، فرد عليا رد دبلوماسي جدا. بس أنا زنقته وقلت له تعرف تعمل أسئلة زيها؟ وقال لي أيوة بس هاتيلي النص. فدخلت على منصة نجوى، دورت على جزء معين وخدته كوبي وبيست وحطيته له. قلت له اعمل لي عليها اختيار من متعدد، وفعلا بدأ يحط لي أسئلة كتير على الجزء اللي أنا جبته له. بس لقيت الأسئلة سهلة وما تنفعش أبدا للنظام الجديد، فقلت له عاوزة أصعب، وفعلا اداني أسئلة كانت أصعب. قلت بقى أجيب آخره بالمرة، قلت له عاوزة أكثر تعقيدا. بصراحة ما تأخرش وجابها، ومحورة زي اللي حبايبنا بيجيبوها بالظبط. وده أول استفادة، إنك ممكن تجيب جزء مش متمكن منه وهو يعمل لك عليه أسئلة ويدربك عليه وتحل أكتر. جيت قلت له بقى عاوزة الإجابات بالتفسير، يجي هنا عمل شوية تفسيرات رائعة. وهنا يجي تاني وتالت فايدة. أولا إنه بيفسر لك السؤال، ولو قلت له ليه مش جيم هيجاوبك. ثانيا بقى لو في حاجة مش فاهمها أو عاوز توضيح أكتر هو هيفهمها لك وباستفاضة كمان. بعد كده سألته ممكن تعمل لي قطع قراءة بالإنجليش، وفعلا قال لي هاتي الموضوع وأنا أعمل لك. قلت له خلاص اعملهولي عن ال AI. عمل قطعة قصيرة بأسئلة سهلة، قلت له عايزة أصعب، عملها لي أصعب وأطول. وهنا بقى تيجي الاستفادة الرابعة منه، إنك تقدر تعمل قطع عربي أو إنجليش وتتدرب عليها، وممكن كمان تدخله صورة للقطع. طب أنت ممكن تعمل بيه إيه تاني؟ ممكن تقوله موضوع معين وليكن الحرب، وتقوله عايز 100 كلمة صعبين باللغة الإنجليزية عشان تزود حصيلتك اللغوية. أو ممكن تقولوا له مواعيدكم وجدولكم وهو يرتبها لكم ويعمل لكم جدول مذاكرة حلو. يعني اعتبره الخادم الأمين لسيادتك في الفترة دي، هيوفر عليكم كتير جدا جدا. فكرة فيه مميزات أكتر من كده بكتير، بس أنا قلت لكم أهم الحاجات اللي تفيدكم وتهمكم. بس كده في رعاية الله.